السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معانا فيديو جديد، الفيديو بتاعنا من روايح رمضان كده. هنبدأ بقى نعمل وصفات رمضان. متأخرين فيها شوية بس لسه قدامك وقت تجهزي معايا التجهيزات اللي هعملها معاكم دي. الفيديو بتاعنا النهارده هنعمل مشروب جميل جدا كلنا بنحبه. هو مشروب التمر هندي الطبيعي، طبعا مش البودر اللي بيجي ويجيب امراض وحاجات كلها يعني ملهاش علاقه بالاستخدام الادمي خالص. هنعمل النهارده تمر هندي طبيعي، حاجه صحيه معموله في البيت بنظافه لينا ولولادنا. تقدري تعبيه في اكياس وتشيليه معاكي في الفريزر وتطلعيه وقت الفطار على طول. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا زي ما انتم عارفين ومتعودين نضغط لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بعد كده. تعالوا معايا نشوف هنعمل التمر هندي الحلو بتاعنا ده ازاي، بحاجه بسيطه جدا. اول حاجه معانا بنجيب حله ونحط فيها لفه التمر هندي بتاعتنا. اللفه دي بتكون حوالي 400 جرام يعني او نص كيلو احيانا. بحطها زي ما هي كده وانزل عليها بميه مغليه، يعني لحد ما ما اغطيها او املى الحله اللي هي محطوطه فيها كده. المية بتاعتي تكون بتغلي علشان يدوب بسرعة معايا واعرف استخدمه على طول. لو حطيته في مية باردة هياخد وقت معايا طويل جدا عشان انه يدوب ويفك كده. ده بيكون شكله معايا بعد ما المية بتبرد خالص، بس بيكون فك وتقل كده ويكون معايا بالشكل ده. بحطه بقى على النار يغلي وهنشوف بقى شكله بعد ما يغلي. بسيبه بقى طبعا لما يغلي وينزل كل اللي موجود فيه يعني، وهيديني بقى تمر هندي مركز وتقيل جدا. ده بيكون شكله معايا بعد ما ابتدى يغلي كده. بصوا شايفين تقيل اصلا ازاي، زي عامل زي معايا زي ما يكون زي العجوة كده يعني، تقيل جدا ومركز. بصوا شايفين شكله. بعد كده باخده على مصفى وهو سخن كل الكلام ده علشان اقدر اصفيه كويس واتحكم فيه. اصفيه كويس بقى في مصفى بحيث ان انا اطلع منه البذور بتاعته والشوائب اللي فيه دي. ده بيكون الشكل معايا. انت معاكي كده كمية تمر هندي مركزة جدا جدا جدا، يعني الكوباية منها قصادها كوباية مية على طول. هنا بس بحط عليه شوية مية عشان انزل بقية التمر الهندي اللي موجود. وطبعا انا بحليه وهو سخن. يعني معاكي التمر الهندي بعد ما بتصفيه كده وهو سخن، ابتدي احط عليه كمية السكر بتاعتي. بصوا ده بيكون اللي خلاص كده اللي خرج منه. دي كمية تمر هندي اللي المركزة اللي معايا. بصوا برضو تقيل لسه ازاي. شايفين الكمية؟ انا بكمل عليه مية اهو واحط بقى عليه السكر. انا بس هي لقطة السكر دي الكاميرا فصلت مني، بس انا هحط عليه السكر وهو سخن كده واظبط السكر بتاعه واعينه كده. لان احنا لو شلناه في الفريزر يعني وهو مش متحلي، هنيجي نحليه هياخد مننا كمية سكر اكبر. انما لما بتحليه وهو سخن كده بيستقبل معاكي السكر وبياخد كمية اقل، وبعدين بيوفر بقى معاكي. يعني انت بتطلعيه فوق وتشربيه على طول. بصوا بقى انا كده بعد ما صفيته بالمصفى اللي هي العادية اللي انا صفيت بيها، بصفيه هنا بمصفى ضيقة عشان لو في اي حاجة بقى معديت من المصفى دي ما يبقاش هنا في اي شوائب. خلاص قلبته وحليته وظبطته وخفيته كمان وحطيته كده في الازازة. بيكون طعمه لذيذ جدا وطعمه حلو جدا. وكمان حاجة انتي عاملاها في البيت وضمناها، بيكون نضيف وغير اللي بنجيبه من بره كله مواد احنا مش عارفين هي عبارة عن ايه اصلا، بتضر صحة ولادنا. فاعمليه في البيت وخليه عندك في الفريزر، شيليه في اكياس وطلعي الكيس يفك معاكي واشربي احلى تمر هندي ممكن تدوقيه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسوناش طبعا من اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وكل سنه وانتم طيبين.